سيداتي أنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في فيلم جديد معانا النهارده. وفيلمنا النهارده اسمه ذا كيسنج بوث. بس قبل ما نبدا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا بيبدا بطفلين مولودين في نفس اليوم، وهم البنت إيلي والولد لي، والامهات بيكونوا اصحاب قريبين، فالاطفال برضه بيطلعوا اصحاب قريبين لبعض. الاطفال بيكبروا مع بعض وعلى طول بيكونوا في خناقات بيخلصهم منها اخو لي الكبير اللي اسمه نوا. في يوم من الايام بنشوف إيلي وهي مع لي في حمام السباحه، وبيعدي نوا قدامها، فبتحس كده انها بتكراش عليه، فبتفتكر القاعده رقم 9 من قواعد الصداقه بتاعتها هي ولي، وانها ما ينفعش تخش في علاقه مع اخوه. بنروح لاول مره في يوم المدرسه الثانويه. إيلي بتلبس البنطلون بتاعها، بس هوب الخياطه بتبقى على قدها، فكل نص بيروح في مكان، اقصد نص البنطلون. إيلي مش بتلاقي قدامها غير جيبه الاعدادي اللي بتبقى قصيره على الاخر. ليه بيقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده صندوق، فبتقول له ودينا المدرسه وانت ساكت مش وقتك ده. وهناك في المدرسه ما حدش بيشيل عينه من عليها، وواحد من الطلاب بيقول لا دي حاجه ما يتسكتش عليها خالص، وبيهجم عليها علشان يديها كشاف. ليه بيتعصب عليه، بس الواد بيكون كبير وهياكله علقه. ساعتها بيظهر نواه وبياكلوا علقه محترمه، وبيروحوا كلهم على مكتب المدير علشان يحقق معاهم في واقعه الجيبه الشهيره. بعدين بتروح لاستراحه الغداء، وبيوصل ثلاثي البنات المشجعات المزز، ودول اكتر بنات مشهوره في المدرسه، وبيقعدوا مع إيلي علشان حركه الجيبه اللي عملتها، وبيقولوا لها انت دخلتي الموسوعه خلي بالك. ليه بيجي بعدين وبيقول لإيلي لازم تشقط له واحده من البنات علشان بيكراش عليهم. في الفصل بقى الواد المتحرش بيبعت رساله لإيلي وبيقول لها سامحيني وهاتي رقمك، بس إيلي بتقول له علشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها. اولا تقوم تقف وانت بتكلمني، ثانيا تلبس الجيبه زي ما كنت لابساها. فبيخرج يلبس الجيبه وبيدخل عليهم الفصل تاني، وساعتها بتقرر تسامحه وبتقول له انها هتخرج معاه في موعد غرامي. إيلي بتكون متوتره بالليل علشان ده اول موعد غرامي ليها، وليه بينصحها تكون على طبيعتها، بس للاسف الواد المتحرش مش بيجي اصلا. ليه بياخدها على الملاهي علشان تفك عن نفسها، وهم هناك بقى بيظهر عمنا تحرش وبيقول لها انه ما جاش علشان نواه حذره يقابلها. ومش بس كده، ده كمان حذر كل الولاد في المدرسه ان حد يقرب لك. إيلي بتتضايق جدا وبترجع تتصل بنواه تقول له انت مين يالا عشان تتحكم فيا بالشكل ده، ونواه بيقول لها انت زي اختي الصغيره وما ينفعش اللي بتعمليه ده. تاني يوم بيكون في تجهيزات لحفله خيريه، وإيلي وليه مشتركين في التحضير، وبيكون مطلوب منهم يعملوا فكره علشان يجمعوا بيها فلوس في الحفله. فبيقترحوا انهم يعملوا فقره بوس رومانسي، والفلوس اللي هتيجي من البوس هنطلعها في الخير. باقي الطلاب اللي معاهم بيستغربوا وبيكونوا محتارين يعملوا ايه، بس بيقولوا لها لازم علشان الفكره دي تتم يبقى في شاب امور في الحفله علشان البنات تحب تبوسه وياخدوا فلوس، وبيقولوا لها ان مفيش احلى من نواه. فبتقول لهم خلاص انا هتصرف وهجيبوا الحفله. إيلي بتروح تطلب من نواه انه يجي حفله التبرعات الخيريه علشان يبوس، لكنه بيرفض. بالليل بيكون في حفله عاديه، ونواه مقضيها قبلات ساخنه مع واحده من البنات، وبتروح إيلي علشان تساله اذا كان هيجي حفله البوس ولا لا، فبيقول لها هرد عليكي بعد ما اخلص، ما انت شايفاني مشغول. بعدين إيلي بتصر على موقفها ونواه بيطرد البت اللي معاها علشانها، وبتستمر الحفله وإيلي بتقضيها شرب ورقص لحد ما تندمج على الاخر وتقلع الهدوم بتاعتها. لكن قبل ما تتهور وتقلع الباقي نواه بيشيلها وهي سكرانه وبيرجعها البيت بتاعها وبيلبسها حاجه تسترها. إيلي بتصحى وبتلاقي نفسها لابسه شورت، فبتقول لا يلبسني التيشيرت وقلت عادي، انما ايه اللي جاب ده تحت. وبتروح المدرسه مع علي علشان يجهزوا كشك البوس بتاعهم وبيقضوها حرب الوان. إيلي بتمشي وهي مليانه الوان ومش شايفه قدامها لحد حمام الولاد، وبتقلع بقى وبتاخد راحتها على الاخر، والشباب واقفين قصادها وبيقولوا ها قد ظهر الحق وانقلعت العباءه. نواه بيجي يغطيها ويقول لها اخرجي من هنا حالا، فبتتعصب عليه وتقول له عافيه ذوق طول ما انا صاحبه حقوق ومش فاكر بيت الاغنيه بصراحه، وبتقضيها جري ورقص وسط الشباب علشان تضايقه. بنروح بقى اليوم حفله لم التبرعات. إيلي بتروح تكلم نواه وبتطلب منه يدخل الكشك بتاع البوس علشان ما فيش حد راضي يجي لحد دلوقتي. نواه بيرفض وبياخد بعضه وبيمشي، وبعد شويه اليوم بيمشي والشباب بيبداوا يبوسوا البنات وكله بيكون فرحان، بس برضه كل البنات بتكون مستنيه نواه. إيلي بتطلع عليه على المسرح وتقول لهم ده اخوه ويقضي الغرض برضه، بس البنات مش بترضى وبيمشوا. وطبعا ليه بيكون متضايق جدا علشان ما فيش بنت واحده راضيه تبوسه، فبتطلع بنت اسمها رايتشل تخطفه واحده مشبك علشان يسترد ثقته بنفسه، وده بيفرحه على الاخر وبياخدها وبيخرجوا مع بعض. ثلاثي البنات المشجعات بياخدوا إيلي علشان ينتقموا منها وبيختاروا ولد عبيط علشان تبوسه، لكنها لما تطلع بتلاقي ان الولد ده هو نواه، وبعد البوسه بتخرج وهي متوتره وبتقول ليه انها باست اخوه بالغلط. كل الحفله بتمشي ومش بيتبقى حد غير إيلي، والجو بيمطر عليها، بس نواه بيوصل وبياخدها معاه على المكان الصيني وبيوديها المكان مقطوع في حته مقطوعه علشان يكملوا بوس. إيلي بتكون متخوفه من العلاقه، حلوه متخوفه دي ها، وبتقول انها مش عايزه تبقى مجرد واحده بيسلي بيها وقته زي باقي البنات. ساعتها هو بيثبتها ويقول لها انت غير كل البنات يا ست البنات، يا ورده مكانها في البستان ما علينا. فساعتها بتخضع وبيقضوها بوس ساخن، بس حارس المكان بيجي يضرب الفلاش في عينيهم وبيقول له نواه يا ابني انت كل يومين تجيب بنت شكل للمكان ده علشان تهريها بوس. إيلي بتتعصب على الاخر وبتعرف انه كذاب وبيضحك عليها، وبتاخد بعضها وبتقول له وصلني الاول قبل ما نتخانق. تاني يوم بالليل بيكون في حفله شاطئيه، وواحد من الشباب بيشوف إيلي الصاروخ واقفه قدامه فبيروح يعكسها. نواه بيشوفه فبيتعصب وبينط عليه يضربه. إيلي بتتضايق من تصرفات نواه وبتاخد بعضها وبتمشي من الحفله. نواه بيجري وراها بيقول لها يا ريت تيجي معايا علشان افهمك كل حاجه، والمره دي بياخدها للمقطم بس النسخه الامريكيه، وبيقول لها ان المكان ده ما جابش فيه اي بنت غيرها، وبيقول لها كمان انه بيحبها ومش حب هزار، لا ده حب حقيقي من اللي بيعيش يا حبيبي. وبيقضوها بوس ساخن جدا، وقبل ما الموضوع يتطور ما بينهم بيقول لها ما بلاش علشان ما نندمش، لكنها مش بتكون ندمانه ولا حاجه. الايام بتعدي وعلاقتهم بتتطور مع بعض، وفسح بقى وخروجات وسهرات وكل حاجه، لكن كل ده بيعملوه في الخفاء علشان ما حدش يعرف بالعلاقه دي وخاصه ليه. لكن في يوم من الايام بتكون مع نواه في البيت بتساعده في تصليح المكنه الصيني بتاعته، لكنها بتاخد شقلباز من على السلم وهي بتجيب المفك وبتقع تتعور. نواه ابو قلب رقيق بيقوم يعالجها، بس اثناء ده ليه بيدخل عليها وبيكون فاكر ان نواه هو اللي اعتدى عليها وضربها، وبيفضل يستفز فيه لحد ما نواه يكون عايز يضربه،
هما الاخوات كده بياكلوا مع بعض في الغربه قصاد الحريم. ايلي بتدخل بينهم وبتمنع نوا انه يضربه. بعدين ايلي بتقعد مع علي لوحدهم على اساس انها تقول له على العلاقه اللي بينها وبين اخوه زي ما نوا طلب منها، لكنها مش بتقول له حاجه وبترجع تقعد مع نوا وبيخطفوا بوس على السريع. لكن ليه بيدخل عليهم وبيشوفهم. ليه بيتضايق جدا وبيسيبهم ويمشي وبيروحوا وراه بسرعه. وايلي بتطلب من نوا انه ما يضربهوش، بس نوا مش بيسمع كلامها وبيثبته. ليه بيتعصب عليه وبيقول له انت خدت مني كل حاجه حتى صاحبتي المفضله، وبيروح ياخد العربيه وبيمشي. وايلي بتحاول توقفه بس مش بيسمع كلامها. الايام بتعدي وايلي بتحاول بكل جهدها انها تصالح ليه وتخليه يسامحها، ونوا بيبعد عن ايلي والمدينه كلها علشان يراجع نفسه ويفكر في اللي عمله مع اخوه. ايلي بتقابل ليه في مدينه الملاهي بتاعتهم اللي كانوا بيقضوا وقتهم فيها وهم صغيرين، وهناك بيتصالحوا مع بعض وبيقضوها العاب وبيرجعوا مع بعض اصحاب تاني. بس بيكونوا متفقين ان علاقتها بنوا خلصت زي ما القانون بتاع صديقتهم بيقول. في يوم راس السنه بيكون في حفله للمتخرجين في المدرسه، وبنعرف ان نوا هيسافر علشان هيدخل الجامعه اللي عايزها، وبيفضلوا يرقصوا ويحتفلوا. وبعدين بيستعرضوا صور وذكريات للطلاب في المدرسه طول السنه اللي خلصت. وبيكون اهم ذكرى للطلاب في السنه هي كشك البوس الساخن بتاع ايلي ولي، وبيفضلوا يستخدموه تاني علشان يسترجعوا اللحظات دي زي البوسه بتاعت لي ورايتشل. ونوا بيجي وبيحاول يكرر البوسه بتاعته هو وايلي، لكنها بترفض وبتمشي. في يوم تاني بيكون في حفله عيد ميلاد لي وايلي. غالبا الفيلم ده ما فيهوش غير حفلات بس، وبتكون حفله عيد الميلاد دي حفله تنكريه. واثناء الحفله بتعترف لي انها مش قادره تخبي مشاعرها، وهي بتحب نوا ومش قادره تبعد عنه، ولو فضلت بالطريقه دي تبقى بتنافق نفسها. وبتقول له كل واحد ليه حق يحب اللي هو عايزه زي ما انت بتحب رايتشل كده. وبتروح بسرعه تاخد العربيه علشان تلحق نوا قبل ما يسافر، وبيكون ليه معاها في العربيه. بس بيقلع القناع بتاع باتمان بتاعه، وبيتضح انه نوا هو اللي كان جنبها طول الوقت ده. وبيرجعوا لبعض تاني وبيحبوا في بعض ويقضوها رومانسيه باقي الايام اللي جايه. وفي الاخر بتروح توصله المطار علشان يسافر للجامعه وبتودعه، وبتاخد المكنه الصيني بتاعته وبتروح بيها من المطار. وبيخلص الفيلم بتاعنا على كده. سلام.